السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات باجو برفيومز على اليوتيوب. معاكم محمد مصطفى بيومي. هنتكلم النهاردة عن إعلان عطر عمرو دياب الجديد، فيلا بينا. مبدئيا كده أنا طالع النهاردة أتكلم معاكم عن إعلان عمرو دياب للعطر بتاعه، مش من منظور الشخص العادي، لا أنا بتكلم دلوقتي من منظور إن أنا شخص بحب العطور. ماليش دعوه بقى بحاجات تانية، حاجات خاصه بالسينما، حاجات خاصه بالناس اللي طالعه تنقد الاعلان او تقول عن الاعلان ده فيه واحد واثنين وثلاثه. لا انا طالع النهارده اتكلم من منظور شخص محب للعطور. هل الاعلان ده عجبني ولا لا؟ الاعلان ده من قبل ما ينزل وهو فيه حاجات او فيه مقومات تخليه ينجح، اهمها وجود عمرو دياب في الاعلان. يعني عمرو دياب لوحده بشعبيته وجماهيريته يخلي الاعلان ينجح. ماليش دعوه بالاعلان بقى، انا دلوقتي مش بتكلم عن الاعلان. يعني كده كده الاعلان هيحقق نجاحات، والعطر هيحقق نجاحات سواء برايي او من غير رايي. ولكن خلي بالكم ان مش كل حاجه بتنجح بتبقى حلوه. يعني في سفه بينجح، وفي تفاهات بتنجح، وفي ممكن تلاقي واحد داخل كاتب اي حاجه على اليوتيوب وجايب مليون مشاهده، وفي واحد بيقدم محتوى محترم وجايب 50 مشاهده. يعني مش عدد المشاهدات ولا انتشار الشيء الدليل على نجاحه. في تفاهات بتنجح اكتر من حاجات مهمه. انا بقى عايز اتكلم عن الاعلان ده من وجهه نظر انا. اولا الاعلان ده ما عجبنيش خالص. مش ما عجبنيش خالص عشان الاعلان وحش، الاعلان حلو لواحد مش فاهم يعني ايه عطور. عارف انت كده لما تيجي تكلم مع حد يقول لك انا برش عطر في اي وقت في اي مكان في اي حته على اي لبس، اللي هو خلاص هو العطر بالنسبه له شيء مكمل. يعني عارف انت لما عمرو دياب يبقى لابس تيشيرت معين فيلاقي التيشيرت فيلبس التيشيرت. عمرو دياب عنده عطر معين فانا هحط نفس البرفان. عمرو دياب عمل اي حاجه انا هعملها، هو اللي هو انا عاوز ابقى زي عمرو دياب. طب تفهم؟ لا انا مش عاوز افهم، انا عاوز ريحتي تبقى حلوه وخلاص. فكده كده يا جماعه الاعلان هينجح والعطر هينجح، ولكن هينجح في بدايات نزوله. يعني في اول نزوله في اول اصداره او العطر ده هيحقق نجاحات، انا متاكد من ده. يعني هيحقق مبيعات كويسه، ولكن قدام شويه هتلاقي العطر ده سعره بينحدر خالص وبيتقدم فيه خصومات عاليه جدا عشان يقدر يحقق مبيعات. الاعلان ده بالنسبه لي انا كشخص محب وهوى للعطور ما عجبنيش خالص. ولكن عمرو دياب الصراحه عجبني في الحته التسويقيه. ما انا لازم اقول اللي ليا واللي عليا برضه. هو عجبني كاسلوب تسويق، هو اختار اقصر الطرق للوصول للمستهلك، وهو جذب الجنس الاخر تجاهك. تخيل كده انت رشش برفان، رشتين بس الراجل رشهم في الاعلان، ونازل الستات هتموت عليك. اتنين ستات شافوه وهو بص لهم بكل احتقار كده، كل احتقار، وكمل طريقه ومشي عادي جدا. ف فهو اختار لعب على الحته الايه النفسيه عند عند المستهلك، اللي هو العطر ده سكسي او العطر ده جذاب فهيجذب ليك الناس. انا اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت في موضوع كسكسي وكجذاب. انا لما اجي ابيع لك عطر اقول لك العطر ده جذاب فانا كذاب. مفيش حاجه اسمها عطور جذابه ومفيش حاجه اسمها عطور سكسي. الكلام ده مصطلح تسويقي انا بشد بيه بجذب بيه الناس، اللي هو تعالوا هنا شموا. ولكن انا قلت ان الصح هي عطور امنه. عطور امنه يعني انت لو شخص، تخيل معايا كده، لو انت شخص مش كويس، لو انت شخص الناس بتنفر منك من اخلاقك، مش بتكلم في ريحه دلوقتي، اخلاقك انت بتاذي الناس بحركاتك، الناس ما بتحبكش، ورشت لهم عمرو دياب، هي نظرتهم هتختلف؟ يعني مش هتختلف. طيب لو انت شخص كويس وشخص محترم وشخص الناس بتحبك وشخص الناس بتحب قعدتك، وجيت رشيت لهم بادي سبلاش 50 60 جنيه، والله يحبوك وهيحبوا ريحتك ويقول لك الله ريحتك جميله. العطر يا جماعه هو في حد ذاته حلو، يعني العطر نفسه حلو. انت بترش العطر ده، يعني مشكلتك كلها في انك تجذب ست تجاهك. يعني هل حياتنا بقت مرتبطه ان لازم الست تنجذب ليا؟ يعني تلاقي اعلان عربيات ست موجوده، تلاقي اعلان موتوسيكلات ست موجوده، مبيد حشري ست موجوده. يعني هو يعني انا مش فاهم ليه دايما الست هي بتبقى العامل ان احنا نروح نشتري المنتج ده. العطور يا جماعه حلوه في حد ذاتها كونها عطور. العطور شيء جميل. انا ممكن ارش عطر عشان بيفكرني بشخص، انا ممكن ما ارشش عطر وانا نازل، بس ممكن وانا قاعد متضايق شويه ارش برفان لنفسي. انت في المقام الاول، انت بترش العطر ليك انت في المقام الاول.
لازم تبقى عندك ثقة في نفسك زيادة، لازم تبقى متأكد ان انت ماشي وسط الناس مش بتأذيهم بريحتك الوحشة. فالعطر اتعمل عشاننا احنا في المقام الاول، مش عشان نجذب حد تجاهنا. في النهاية انا حابب اقول لك على حاجة، حاول اي حاجة تكون بتعملها لنفسك في المقام الاول. بلبس حلو لنفسي، برشه برفان، البرفان ده حلو وعاجبني وزي الفل، برشه لنفسي. في المقام الاول نفسي، في المقام الاول انا، مش عشان اجذب حد او عشان الفت نظر حد. وان كان برضو في حاجات بتبقى مكملات للفت النظر وحاجات، يعني ثقافة الاطراء مثلا على سبيل المثال مش مش كبير عندنا في المجتمعات العربية. ايه المشكلة مثلا ان انا يكون واحد صاحبي لابس طقم حلو فاقول له بسم الله ما شاء الله الطقم اللي انت لابسه ده جميل، بسم الله ما شاء الله عربيتك دي تحفة، بسم الله ما شاء الله البرفان اللي انت حاطه ده ملوش حل. ايه المشكلة؟ يعني انا بحس ان في ناس كتير قوي بنلاقيها مثلا كاتبه انا النهارده شميت واحد حاطط برفان تحفه بس اتكسفت اقول له انت رشش ايه. ما تقول له يا عم، ما تقول له يابا، يعني قول له انت رشش ايه، قول له انت رشش ايه، هتبسطه. هيحب هو البرفان، هيحب هو حاجته، هيحبك انت اكتر. حتى لما يشوفك كده هيبتسم في وشك يقول لك الشخص ده سالني قبل كده على البرفان بتاعي. يا جماعه انشروا حته الاطراء دي. لما اختك تعمل اكله حلوه اقول لها تسلم ايدك مثلا يعني اما مراتك تعمل حاجه حلوه اقول لها تسلم ايدك مثلا. لما جوزك يجيب لك هديه بلاش تنكدي عليه كده، يعني اللي هو الاطراء يعني نحب بعض. الاطراء على فكره يا جماعه بيغير من النفسيه جدا وبيدي ثقه زياده في النفس، فانشروا الاطراء عشان دي حاجه حلوه. كمان حابب اقول لكم ان شاء الله اول ما العطر ينزل مصر بامر الله هنجيبه ونعمل عنه ريفيو. ولحد هنا هنكون خلصنا حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.